تزامنا مع الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، نحتفي اليوم بحفل توقيع لكتاب مصطفى خليلي بين التراث والحال. هذا الكتاب الذي جمعته لما كنت أنا وصديقي سيدي مصطفى نسجل مسلسل الناس الملاح، المسلسل الذي يتحدث عن التعايش الديني بمدينة الصويرة. رافقته واستمتعت بجلساته، وسرني أن أكتب هذا الكتاب عن سيرته الذاتية الماتعة، فهو متعدد المواهب. هو حمدوشي من الأصل، ثم مغني وحافظ يعني خزانة للملحون وللرزون معروفة بمدينة الصويرة، كما العيطة الشياضمية. مصطفى خليلي يعني تغير مساره من سنة 1981 لما اكتشفه هرم المسرح المغربي الطيب الصديقي. هنا تغيرت يعني مساره نحو المسرح الاحترافي، وشارك طيب الصديقي المرحوم طيب الصديقي في جل مسرحياته من 81 إلى أن توفي طيب الصديقي. يعني صار يعني قارع كبار الممثلين المغاربة بدون ذكر الأسماء ديالهم وهم كثر، وبالتالي من بعد الوفاة ديال طيب الصديقي اقتحم عالم السينما والمسلسلات التلفزيونية المغربية وتوفق في ذلك. مصطفى خليلي إنسان فنان مبدع، يعني يمتعك عندما تجالسه. نتمنى له طول العمر والعطاء الممتد إن شاء الله.